السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النورمال ديستريبيوشن أو الجاوسيان ديستريبيوشن. وجهة نظري المتواضعة أحسن طريقة اللي أنت تعرف بيها إزاي تفهم النورمال ديستريبيوشن هي إن أنت تفهم الأول هو ليه أصلا إحنا محتاجين النورمال ديستريبيوشن، وإزاي جاوس فكر في النورمال ديستريبيوشن، وبعد كده نخش على الإيكويشن ستيب باي ستيب. وده إن شاء الله الأبروتش اللي هناخده في الفيديو ده. كارل فريدريش جاوس العالم الألماني، الراجل ده كان بيدرس شوية measurements أخدناها من علم الفلك، ولاحظ ملاحظة لطيفة جدا. لاحظ إن الميجرمنتس اللي احنا بناخدها دي بيكون فيها errors ساعات بتبعد عن ال true value، فلقى إن معظم الميجرمنتس بتكون قريبة من ال true value، وأول لما ببعد شوية فالإيرور بتاعي بيزيد، يعني ببعد عن ال true value، عدد الميجرمنتس اللي طلعت هذا الإيرور بتقل. فبدأ إن هو يفكر إزاي يموديل حاجة زي كده، وبدأ فعلا إن هو يحط الكلام ده كأكشوال إيكويشن. الغريب في الموضوع بقى إن الإيكويشن دي مش بس صح على الإيرورز في الميجرمنتس وخلاص، لأ، دي صح على حاجات كتيرة جدا، ميجرمنتس كتيرة جدا ممكن إن احنا ناخدها، زي مثلا الأطوال بتاعت الناس، الاي كيو تيستس مثلا، الويتس بتاعت الناس، حاجات طبيعية، وفي نفس الوقت حاجات في الايكونومكس وفي السوشيال ساينسز. حاجات كتيرة جدا لقينا ان احنا لما ناخد ميجرمنتس ليها في الاخر خالص بتكونفيرج وتقرب للشكل بتاع النورمال ديستريبيوشن. فمن هنا جت الواي، ليه اصلا احنا محتاجين الايكويشن. يبقى احنا بدأنا ان احنا نميجر حاجات في الطبيعة ولقينا ان شكلها بيقرب من شكل البيل كيرف دي، فبالتالي بدأنا ان احنا نفكر ازاي نجيب ايكويشن علشان فعلا نقدر نديسكرايب الشكل بتاع البيل كيرف ده. البيل كيرف ده بيبقى كاركترايزد بحاجتين: المين، وهو البوينت اللي ليها اكتر لايكليهود، والستاندرد ديفيشن اللي هو اكنه الايرور او البعد عن المين. لما نبص بقى على الايكويشن اللي جه منها الكلام ده، نلاقي ان احنا عندنا ايكويشن بتاعه البروبابيليتي density فانكشن. الايكويشن دي تقدر ان انت تبلجن فيها الاكس فاليو، الميجرمنت بتاعك، وفي نفس الوقت يطلع لك اللايكليهود بتاعته. فانا مثلا لو هبلج ان المين، المفروض ان هو هيطلع لي الماكسيمم لايكليهود. وكنا في فيديو قبل كده شفنا ان احنا فعلا لما بنجيب اكشوال داتا بتاعت الهايتس بتاعت ناس، هتلاقي فعلا ان هي بتفولو شكل النورمال ديستريبيوشن. وشفنا قبل كده ازاي السامبل لما بتقرب للبيهيفير بتاع البوبيوليشن بتكونفيرج للشكل بتاع النورمال ديستريبيوشن. وفي نفس الوقت بصينا على السنترال ليميت ثيرم، وشفنا ان ازاي النورمال ديستريبيوشن بيظهر عندنا كتير جدا. تعال دلوقتي بقى نمسك الايكويشن بتاعت النورمال ديستريبيوشن ده حتة حتة، نشوف البروبابيليتي density فانكشن ازاي بتطلع من الايكويشن دي. محتاجين ان احنا في الاول خالص نفكر في الاكسبوننشال فانكشن دي، محتاجين ان احنا نفكر في الاي. انا دلوقتي عندي مجموعة من الفانكشنز، هنمشي الموضوع كده بالراحة. لو انا جبت لك فانكشن زي 3x، فقمت قايل f of x بتساوي 3x، وفي نفس الوقت قمت جايب لك فانكشن تانية وقمت قايل لك ان عندي e to the power of x. وعلى فكرة ال e ما هو سوى رقم، انت في الاخر خالص بتتكلم في ان هو عبارة عن رقم بالشكل ده. تعال نشوف بقى البيهيفير بتاع كل واحدة فيهم. الاولانية اللينير دي بتاخد كل فاليو انت هتحطها من الاكس وهتبدأ ان هي تضربها في 3، فدي هتعمل لك زي لاين، مجرد هتضرب اي فاليو انت جايبها هتضربها في 3. التانية دي بقى البيهيفير بتاعها مختلف لان هي واخداه كاكسبوننشال، فكل فاليو انت متخيل ان هي 2.71% دي هتبقى ليه باور انت عمال تغيره، فكل ما غيرت الاكس الاي تو ذا باور اوف اكس دي اللي هي الريزلت بتاعت الفانكشن هتبقى بتعلى معاك جدا، بتكبر جدا. تعال نشوف سيميوليشن كده ونشوف فعلا الكلام ده صح ولا لا، وبعد كده نشوف البيهيفير بتاع e to the power of x، ونشوف ليه هي فانكشن مثيرة للاهتمام، هي ليه الناس بتدرسها وليه غريبة. لو بصيت كده على السيميوليشن دي وبصيت على كل فاليو انا بعوض فيها على الاكس اكسس، بعوض فيه فانكشن معينة. ولذلك لو بصيت على الجرين لاين هتلاقيه ان هو x كيوب x to the power 3، وفي نفس الوقت لو بصيت على الاورنج ده هو 3x اللي هو اللينير، والريد 2 to the power of x،
والpurple ده e to the power of x. ف2 to the power of x و e to the power of x أنا قصدت إن أنا أحطهم علشان إحنا نقارن ما بين 2.71% to the power of x مقارنة ب2 بس to the power of x، ونشوف أصلا حتى في فرق ما بينهم ولا لأ. بص في الأول خالص هما شكلهم عامل إزاي، وبعد كده واحنا بنغير وبنعوض بفاليوز اكتر للاكس، شوف الاكس كيوب عامله ازاي، تحس ان هي بتزيد قوي، بس ده مش حقيقي، انت شويه بشويه الاي تو ذا باور اوف اكس عدتها في الفاليوز بتاعتها. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي في البدايه خالص الجزء البيربل اللي هو e to the power of x ده ما كانش عالي قوي، لكن بعد شويه e to the power of x دي عالية جدا عن باقي الكيرفز بشكل كبير جدا جدا جدا. البيهيفير اللي حصل ده بقى بنقول عليه الاكسبوننشال جروث، ان انت دلوقتي عندك حاجه بتجرو بشكل اكسبوننشال، بتفولو الاكسبوننشال فانكشن دي. وفي نفس الوقت انا لو بصيت على e to the power of minus x يبقى انا ببص على الديكي، وببص على فانكشن بتنزل بشكل سريع. طيب لو بصيت بقى على الديريفاتيف بتاع e to the power of x، وده من الفيتشرز الغريبة جدا ليها، يبقى أول فيتشر هي عبارة عن فانكشن في الأول خالص ما بتبقاش سريعة في التزايد بتاعها، ولكن لما بتزيد بشكل قوي جدا، ففيها زي compound effect. طيب وفيها في نفس الوقت e to the power of minus x هيديني الديكي element للفانكشن دي. الفيتشر التاني بقى الانترستنج جدا اللي انت تقدر تبص على الديريفاتيف بتاع الفانكشن دي وتلاقي ان الديريفاتيف بتاعها سبيشال ديريفاتيف، هتلاقي ان الديريفاتيف بتاعها بيديك الفانكشن نفسها. فانا لو اخدت مثلا حاجه زي 2 to the power of x وقمت رايح جايب الديريفاتيف بتاعها، الديريفاتيف بتاعها بيديني ln 2 مضروبه في 2 to the power of x. ln 2 في حد ذاتها اصغر من واحد، فبالتالي لو حاجه اصغر من واحد مضروبه في 2 to the power of x اللي هيحصل ان النتيجه في الاخر خالص هتبقى بتقل، يعني حاجه اصغر من واحد مضروبه في نفس الفانكشن فهتبقى بتقل. لو انا قارنت ده ب 3 to the power of x، بص انا جبت لك 2 to the power of x و 3 to the power of x لان الاثنين دول اللي بين الفاليو بتاعت الاي. لو بصيت على 3 to the power of x هلاقي ان هي بتزيد مقارنة بالفانكشن الاساسية نفسها، لان اللين 3 ده معدي ال 1 وهتضرب في 3 to the power of x فهي هتزيد عن الفانكشن الاساسية نفسها. طيب لو بصيت بقى على الاي هتلاقي بقى ان لين اي ب 1، فاللي هيحصل ان هي هتديك نفس الفانكشن e to the power of x. لما اتكلمنا قبل كده على الديريفاتيف في الحلقة رقم 7 هتلاقي ان الديريفاتيف قلنا لو انا عندي زي تانجنت لو مشيته على الفانكشن بتاعتي الاساسية وقعدت اشوف التانجنت ده ماشي ازاي فانا كده بجيب الديريفاتيف. فانا دلوقتي لو عملت نفس الموضوع ده على e to the power of x هلاقي ان هي عبارة عن التانجنت بتاعها. يعني انا لو مشيت تانجنت هتلاقي ان التانجنت ماشي على الفانكشن نفسها، يعني السلوب بتاع الفانكشن في اي حته هتساوي الفانكشن نفسها. انا هحاول هنا بقى ان انا ارسم لك التانجنت بتاع ال 2 to the power of x، ال 3 to the power of x، وفي نفس الوقت e to the power of x. فانت هتلاقي ان انا برسم في الاول ال 3 functions وبعد كده برسم لك التانجنت لاين وهو بيمشي عليهم. هتلاقي ان اللي هو الريد شويه ده الديريفاتيف بتاعه نازل تحت الفانكشن، اللي في النص هو e to the power of x الديريفاتيف او السلوب ماشي على الفانكشن بالظبط. ال 3 to the power of x هو اعلى من الفانكشن شويه، فده يورينا فعلا ان e to the power of x هتطلع في الديريفاتيف بتاعها نفس الفانكشن. طب تعالى دلوقتي نحط 3 فيجرز مع بعض، نجمع شكل الفانكشنز اللي اتكلمنا عليهم في الاول وبعد كده شكل الديريفاتيفز ونشوف الاكسبوننشال جروث والاكسبوننشال ديكاي. لو بصيت كده هتلاقي ان انت عندك في الحته بتاعت الجروث والديكاي اللي موجوده تحت دي هتلاقي e to the power of t، يعني مع تغير التايم اللي انا حاطه ده هتلاقي ان في اكيد تغيير سريع جدا في e to the power of t. وفي نفس الوقت لو انا ضربت ده في 2 يعني خليتها e to the power of 2t ده هيخليها تتسارع بشكل اسرع، يعني وتي اصغر هي هتوصل لنتائج عالية جدا.